السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بعالم التطبيقات تقدر دلوقتي تشترك معانا في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات اللي أنت محتاجها في حياتك. النهاردة هنتكلم عن تطبيق بيج سكرابرز. التطبيق ده واخد تقييم 3.4 على جوجل. عمليات التنزيل 100,000 عملية تحميل للتطبيق ده، ومساحته حوالي 16 ميجا بايت. التطبيق ده من التطبيقات اللي انت بتقدر عن طريقها تشتري عن طريق المتاجر، وكمان بتجمع نقاط بيع BOS. وده مش مجرد تطبيق BOS بس، لكن انت كمان تقدر تشتري عناصر وتبدلها مع مستخدمين آخرين من غير العروض اللي بتتلقاها أو بتبيعها عن طريق المتجر ده. المتجر ده مش مشهور قوي، لكن هو اتصمم علشان يساعد المستخدمين في إدارة عمليات البيع والشراء اللي في المتاجر بتاعتهم، وبيتبع نظام البيع. بيتيح التطبيق للمستخدمين إن هم يتيحوا عملية البيع والشراء ويسجلوا المنتجات ويحسبوا الإجماليات وإدارة المخزون. التطبيق ده سهل جدا، وبيتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة وسهلة التنقل، وده بيخلي المستخدمين بيستخدموه بسهولة. التطبيق ده ما نقدرش نحدد فيه إذا كان فيه ميزات إضافية زي إدارة العملاء أو التكامل بين أنظمة الدفع الإلكتروني ولا لأ، لأنه مش واضح قوي. العيوب المحتملة إن ما نقدرش نوصف التطبيق الموجود على متجر جوجل بكل التفاصيل. كل التفاصيل الموجودة عنه قليلة قوي، وعلشان نقارنه مع التطبيقات الأخرى فهو ما نقدرش، فنظام نقاط البيع الموجودة في التطبيقات التانية أعلى منه شوية. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة تعليقاتكم على التطبيق، سواء كانت التعليقات دي إيجابية أو سلبية. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة من نزول التطبيق، أتمنى إن انت توصل لنا كل الجديد عنه. لو شفت فيه أي تعديلات أو تحديثات بلغنا بتعليقات علشان نعيده تاني ليك بشكل أفضل. ولو في أي تطبيق انت محتاج إن احنا نعمل لك فيديو عنه بشرح مفصل، ياريت تكتب لنا في التعليقات واحنا هنعمله لك فورا. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات.